واخيرا بعد طلب الجماهير وبعد المكالمات الكتير اللي جات لنا، يا دكتوره وفري حقنه الشراسه. وفرت لكم حقنه الشراسه، خلاص بقت موجوده في العياده. مفيش حاجه اسمها حقنه شراسه. الشراسه هي عباره عن تدريب. كلبك ايا كان نوعه، حتى لو توي بريد، انت ممكن تقدر انك تدربه على التشريس. مفيش حاجه اسمها امسك عصايه واضربه، ومفيش حاجه اسمها اجيب حيوانات صغيره اليفه وارميها له علشان ياكلها فيبدا ان هو قلبه يجمد ويبقى شرس. انت بتبوظ جهازه العصبي، انت بتخليه عدواني وبتخليه عنيف مع كل الكائنات الحيه. ده غلط. في حاجه اسمها تدريب للشراسه، والمسؤول عنها بيبقى مدرب خاص، هو بيعرف يخليه يفرق ما بين الحاجات اللي يقدر او الافعال اللي يقدر يبقى يهاجم عليها والافعال اللي ما يعملش ده فيها. بيخليه يدربه لك طاعه وبيدربه لك على الشراسه، بيقوي لك قلبه. ما تقلقش، ايا كان نوعه هو هيقدر يتعامل معاه، ولكن ده تحت تدريب خاص، مش تحت تدريبك انت او صاحبك اللي بيقول لك تعالى العياده هنديله حقنه للشراسه وهدربه لك بالعصايه او بالحيوان الاليف. اوعى تعمل ده.